السلام عليكم. سؤال بس قبل النوم، قبل ما ترقدوا انتم، ما انا عاد الساعة عندي 3 عصر. شفت فيديو لمخزن السلاح في حضرموت سيطر عليه الانتقالي. مخزن يعني ايش اقول لك، امانة، صناديق ذخيرة ومئات والاف الصناديق، جميع انواع الذخيرة، وايضا هنجر كامل للواء واحد، اكثر من 20 او 25 دبابة وعربات عسكرية. السؤال يعني أنا أنت عارف، لا يستمع طرف ولا نؤيد طرف ولا لي حق لنا أي طرف، ولا أبيع دم يمني، ولا يعني أحرض على أي يمني مهما كان. في النهاية أنا عاد قابل الله وحدي، ولا يشتيش يعني ألطخ يدي بأيدهم. السؤال بس، يوم كانوا يقاتلوا في البيضاء أنا ميدان وغيرهم، وما كانوا يلقوا حتى الطلقة، وكانوا يطالبوكم ما رضيتوا تديروا حتى رصاصة واحدة. بس ليش لمن كنتم مخبين هذا الأسلحة؟ لمن كنتم مخبين هذه المدرعات؟ لمن كنتم مخبين هذه الصناديق الذخيرة؟ لمن كنتم مخبين هذه الدبابات والمدافع؟ لمن؟ وحضرموت من 10 سنوات ما قرحت فيها طلقة ولا فيها معركة، ولا الجماعة حق صنعاء موجودين هناك. لمن كنتم مخبين هذا السلاح؟ هذا اللي هو واحد بس. أظهرت هذه الأسلحة ومدرعات والدبابات، بقيت الأرضية كيف؟ دي ما صورت شيء. لمن كنتم مخبينها؟ لما يولدين، لما يبيضين دبابات ويدين دبدبي صغير، لمن مخبينها؟ الذخيرة هذه تدحلت داخل الصناديق. تقولوا التحالف مداش، التحالف قطع الدعم، التحالف قطع المصروف، التحالف يعني وهذا كلها لمن؟ هذا ايش؟ في حضرموت دي ما قرحش فيها طلقة واحدة. كم به أسلحة مثل هذا في مارب؟ كم به أسلحة مثل هذه موجودة يعني في تعز؟ لمن مخلين هذا السلاح وانتم في معارك؟ وينسحبون بعض الجبهات هم الجماعة الصنعاء حقت ايش؟ انه ما نقصد ذخيرة. طيب هذا لمن؟ ما عاد حيصدق، الشهد لله الشهادة، ما عاد حيصدق. مصيبة وكارثة. الجبهات تسقط في البيضاء، في غيرها، في غيرها، في هذا يقول لك ما بيك ذخيرة، ومترسين المخازن والمستودعات فل أسلحة وذخائر ودبابات ومدافع وعربات عسكرية. في تعز جلسوا يقاتلوا أصحاب تعز دبابة واحدة، كانوا طارين هذيك تبت مدري ايش، تبت الصالح، واحدة يسموها المبروكة، ما دحلت، لا من المنصورة دحلت، ومعكم 3 دبابة في حضرموت.